نهاية الجولة ال 25 من الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي ما زال على صفيح ساخن، أرسنال قدر يتغلب على ساندرلاند 3-0 وما زال متمسك بالصدارة، مانشستر يونايتد قدر يتغلب على توتنهام 2-0. بصراحة مايكل كاريك غير كتير قوي من مانشستر يونايتد، بقى عنده أنياب هجومية، بقى فريق قوي، كل اللعيبة فايقة وقدر يفوز في آخر 4 مباريات وعلى فرق كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي. أعتقد لو مايكل كاريك كان معاهم من البداية كنا النهارده هنشوف مانشستر يونايتد هو اللي على أول الدوري الإنجليزي. قمة الجولة كانت ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، قدر يتغلب مانشستر سيتي على ليفربول 2-1. سوبوسلاي جاب جون من ركلة حرة من بره خط ال 18، هدف من أهداف بوشكاش، الهدف جامد جدا، هو نفس اللاعب في هدف التعادل سرحت منه تقريبا وكسر التسلل في الجون اللي أحرزه برناندو سيلفا، خطأ غريب لسوبوسلاي. بعدها بدقايق أليسون بيكر كلف ليفربول ضربة جزاء من كرة تقريبا شبه ميتة، قدر منها هالاند يحرز الهدف الثاني. دوناروما في الوقت الضايع صد تصدي ما بنشوفهوش كتير، بصراحة تصدي غريب جدا، يعني الكرة اتشاطت وخبطت وعملت لوب وعدته وقدر يجيبها. كرة القدم بتعتمد على التفاصيل البسيطة، حارس مرمى هنا قدر يكسب الفريق، وهو حارس المرمى في الناحية التانية هو اللي خسر الفريق. بصراحة الدوري الإنجليزي ممتع جدا وكل الماتشات بتاعته كبيرة جدا، ويا رب أرسنال يفضل كده زي ما هو متصدر وإن شاء الله ياخد الدوري السنة